الحاج حمد حامد في مركز سلسالي. والنهارده ان شاء الله هنعمل لقاء مع احدى الناس اللي هي موجوده في المحل، وصاحب المحل ان شاء الله يبقى معانا. فاحنا بقى بنوريكم الموجود في المحل الاول قبل ما نطلع نتكلم معاهم. تمام. النهارده اهوت انتوا شايفين الحاجات اللي موجوده في المحل، وكل اللي موجود في المحل الان يعني بسعر الجمله، ويقدر المواطن يقدر يشتريها. في موجود برضو عنده زيت وسكر وسمنه وجبنه زي ما انتم شايفين اهوت. يعني كل اي حاجه موجوده اللي يخص البيت موجوده عند الحاج حمد حامد. تمام. هنخش دلوقتي على الاستاذ حماده. السلام عليكم استاذ حماده. عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه يا استاذ حماده؟ احنا يعني بنتشرف بالحضور معاك يعني ان شاء الله النهارده، وبنسالك على ايه الاسعار الجمله اللي عندك موجوده في المحل، ويقدر المواطن ازاي ياخد ايه اللي موجود عندك في المحل. والله هي الاسعار كويسه والدنيا تمام يعني تمام، والاسعار في متناول الجميع ماشي. وبعدين بيبقى في اسعار خاصه برضو يعني ايه تبع الجماعه اللي هم مثلا الجماعه اللي هي الناس الغلابه من الاخر يعني بيبقى لهم برضو اسعار. تمام. طبعا دي توجيهات من السيد الرئيس مجلس المدينه وسياده المحافظ ان الجماعه المواطن الغلبان ده بيبقى ليه معامله خاصه. تمام. فهو في توجيهات هو موجهين لك كده يعني من المواطن الغلبان المبادره يعني بيبقى ليه الاولويه. تمام. عن اي مواطن ثاني. طب انا كنت سمعت انتوا كنت عندكم هنا مبادره كده بعد السكر كده وبتفرجوا للناس كده، وفي ايه النظام في التوزيع ده يا استاذ حماد؟ المبادره ديت ال 2 كيلو ب 54، الكيلو ب 27 جنيه. تمام. تمام. ودي برضو بنشكر فيها السيد رئيس مجلس المدينه والسيد المحافظ تمام على المجهود اللي هو بيعمله مع الشعب. واحنا بنتعب صحيح شويه بس كل ده عشان خاطر برضو المواطن الغلبان. تمام. والمبادره ديت انا شايف يعني ان هي هتغطي اكبر كميه من الناس الغلابه، وبرضه بنحارب برضه الجشع التجار والاسعار وكده يعني. طب سؤال بعد اذنك يا استاذ حماده، انا نسمع مثلا يقول لك في اسعار غلت جدا في البلد، واسعارات وفي واحد بيسمع حاجات يعني اسعار جدا، يعني الزيت بقى ب 70 جنيه وب 80 جنيه والسكر ومش عارف. فانا عايزين يعني تفهم الناس. لا الزيت اللتر الكامل بيعمل 55 جنيه. تمام. بسعر الجمله برضو. عندك السمنات برضو هي في الشركات اي نعم بتقول رفعت بس لسه مفيش حاجه رفعت لحد دلوقتي. طبعا كل دي اشاعه بنسمعها بس وخلاص. بس الاسعار طبعا موجوده هنا اهيت، واللي عايز اي حاجه بسعر الجمله. بالسعر القديم اللي زي ما انتوا كنتوا شغالين بيه ومنزلين بيه من الشركات وتمام. هي لسه كل حاجه موجوده بقى زي ما هي. شغال بيه، واللي بيجي انا بطلع لو عايزني اوريكم شوف انا شغال بيها النهارده بالاسعار. اسعار قديمه. يسال النهارده اي مواطن يسال الشركه شغاله كام وانا شغال كام. المحل طبعا ده موجود في سلسله استاذ حماده، طبعا في عند موقف ضمره. تمام. يعني هو المحل اسمه اسمه الياسمين. تمام. طب في مثلا في حاجات مثلا الناس مش في ناس بتسال يقول لك مثلا احنا رحنا لقينا مثلا كرتون بعت السمنه ب 1000 جنيه، وواحد يقول لك السكر ب 50 جنيه و70 جنيه. لا ما فيش الاسعار. الاسعار ده هنا عندكم هنا في المحل. لا لو حضرتك لو اي حد مواطن دلوقتي دخل علينا وحب يطلب حاجه احنا هنديها له برضه بسعر الجمله. في كل حاجه موجوده عندك هنا بسعر الجمله. تمام. فين بقى انا كنا مثلا عايزين فين بقى الحاج حمد حامد صاحب المحل؟ عايزين معاه لقاء عشان بعد ما ناخده احنا جوله كده في المحل ونشوف ايه الموجود عندك في المحل، عشان بس برضه الناس تشوفه. مفيش مشكله. اتفضل هات لنا يا استاذ حمدي بس لو سمحت. النهارده السمنه اهي تمام موجوده على الرف عنده اهي اللي هو بيتكلم عليه استاذ حماده. تمام. وموجود عنده الزيت. تمام. وكل حاجه اللي موجود عليها بيتكلم عليها، والمربى والجبنه. تمام. بص يا استاذ محمد، يعني انت عندك ابو زبون داخل على مثلا دي صابون سفينه بينباع بره في المحلات بيقولوا ب 12 وب 13 جنيه وب 15 جنيه. تمام.
برضه انا هبيعها قدامك اهي برضه ب 11 جنيه بس بسعر 11 جنيه. اه الزبون هياخدها دلوقتي حاليا. مفيش والله كده. لا معاك. هو واخد واحد. السبب فاضل 142 جنيه. ده ب 142. يا عم كل الفلوس يا عم كل. ده ب 142. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله حبيبي وبركاته. انا عايزين نسالك برضو بعد اسئله كده في المحل، في حالات مثلا متغيره في المحل اسعارها رافعه ولا إيه والله بالظبط؟ احنا بنحاول نقف جنب المواطن الغلبان ونمشي مع السوق عشان نجيش على التجار، وعندنا اسعار مرتاحه وكويسه، وعندنا كمان من ضمن مبادره السكر ال 2 كيلو ب 54 جنيه، وعندنا اسعار مرتاحه، عندنا شاي ب 170 جنيه، وعندنا زيت برضه بعد 57 جنيه لتر، واسعار كلها لسه شغالين بالسعر السعر انتم ماشي عليه القديم، ما فيش حاجه اسمها زادت في عندكم هنا في المحل، وواحد يقول لك بس الزيت بقى مثلا ب 70 الزيت بقى ب 80، لا ما فيش الكلام ده عندكم ما هنا. عندناش الكلام ده لا. فين بقى الحاج حمدي اللي هو صاحب المحل؟ حاج حمدي موجود حضرتك على اللي هو الحاج حمدي اللي هو قاعد عندنا. السلام عليكم يا حاج حمدي. السلام عليكم يا حاج حمدي. الله وبركاته. اخبارك يا حاج حمدي؟ انا جاي لك كده نصور معاك من قناه الحياه الإسلامية، فاحنا سالنا الناس اللي شغاله عندك في المحل يعني عرفونا بعض الاسعار في المحل، فطبعا عايزين نعرف منك ازيد من اللي احنا عرفناه يعني. ايه الاسعار اللي عندك اللي انت بتتكلم فيه؟ حاجه بسعر المبادره، الزيت بسعر المبادره، والسكر ال 2 كيلو ب 54 جنيه، السكر ب 27 جنيه بسعر المبادره. وعندنا كل حاجه باسعار الجمله وباسعار اقل من الجمله كمان. ودي كلها الحمد لله بفضل توجيهات السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس المدينه والسيد المحافظ والسيد رئيس مكتب اداره التموين سيد سالم. وطبعا دي كلها الحمد لله بفضل من ربنا، عندنا اقبال كبير خالص من الجماهير ومن الناس. بس طبعا ده كله يعني لو في الامن يتدخل معانا انه ينظم الناس وينظم الحاجات دي كلها بتبقى يوم مثلا توزيع المبادره اللي انت شغال بيه، يعني بيحصل عندك هنا في مشاكل وفي ناس كتير وفي ناس بتتبهدل من كتر الزحمه ومن كتر الحاجه ديت. فاحنا عملناها كل يوم او كل يومين ساعتين او 3 توزيع بس، لان طبعا ما بيكفيش وقت لنا الشغل ده كله. انت عامل مثلا ساعتين للمبادره؟ ساعتين او 3. بس انت تحت تعليمات مثلا رئيس المدينه ورئيس المكتب التموين ايوه يا استاذ محمد. بيبداوا معاك يعني في التوزيع. ايوه بيبداوا معايا محلاتنا هنا كلها. طيب في مثلا عندك مثلا في اسعار الزيوت واسعار السمنه، كل دي داخل المبادره، ده كله داخل المبادره كلها. تمام، يعني ما فيش حاجه مثلا منها بنسمعها دي غلت وحاجات الناس اللي بتتكلم عليها ده غلت وحاجات حاجه زي والبلد ويمكن المبادره نزلت الاسعار عن سعرها العادي كمان. يعني الاسعار كلها نزلت دكتور حاليا مع المبادره اللي انت عاملينها لمركز سيدي سالم. اسعار عاديه اقل ما كانت الاول، يعني الاسعار الاول كانت اغلى من كده. يعني في المبادره نزلت في المبادره نزلت كمان. يعني كل حاجه نزل في المبادره عندك هنا في المحل. نزلت خالص. وانت طبعا انت سمحت في كان معاك هنا استاذ حماده بساله، بيقول لي برضه لقيت سؤال جميل جدا، بيقول لي احنا عندنا مثلا الناس الغلابه بنعاملها غير المواطن الثاني خالص، يعني الراجل الغلبان ده ما بيعرفش يوصل في الزحمه بتاعت المبادره بنديله بعد المبادره ما بتخلص، بعد وقت المبادره ما بتخلص، الناس الكبيره في السن والناس المسنه والناس ذو الاحتياجات الخاصه اللي بتيجي مثلا مع اهاليها بندوا دي كلها بره المبادره، مالهاش دعوه بالوقت بتاع المبادره خالص او الزحمه. تسلم يا استاذ حمدي وجزاكم الله خيرا، واحنا سعداء اللي احنا حضرنا عندكم في هنا في المحل، وان شاء الله احنا هننزل برضو الفيديو دهوت برضو يبقى انت عارف اللي هننزله تمام، هنبدا ننزله ونشوف رد الناس برضو عليك، ونشوف الناس هيجي لك المحل وهتشوف الناس البيع زي ما انت قلت ولا. الناس شايفه المعامله وحسن المعامله بتاعتنا ومقابلتنا للناس شكلها عامل ازاي. شكرا لك يا استاذ حمدي، شكرا.